هل أصبح حكيم زياش مجرد ذكرى في أعين المنتخب الوطني؟ وأين اختفى الدعم الذي لطالما حظي به؟ تابعوا معي، لأن هذا السؤال لم يعد يحتمل الصمت. أصدقائي الرياضيين، دعونا نطرح هذا السؤال بصوت عال وواضح: أين هو حكيم زياش؟ ولماذا لا يستدعى رغم جاهزيته؟ المدرب وليد الركراكي كان دائما يقول: زياش مهم جدا في المنتخب الوطني وله دور كبير، لكن الواقع أصبح غامضا، لأننا نرى لاعبين مثل عز الدين ناحي ويوسف نصيري يحصلون على دعم غير مشروط حتى في أسوأ فترات مستواهم. فلماذا لا يحظى حكيم زياش بنفس الدعم وهو حاليا في قمة عطائه؟ يشارك بشكل أساسي مع ناديه ويظهر تأثيرا واضحا داخل الملعب. ما عدنا نسمع كلمة الجاهزية وكأنها اختفت من القاموس، وزياش بكل وضوح جاهز بدنيا وفنيا، وأكثر من ذلك يحمل خبرة لا تقدر بثمن. والأغرب من هذا كله، حتى في الندوة الصحفية الأخيرة لم يتجرأ أي صحفي على طرح سؤال صريح بخصوص حكيم زياش. هل تحول زياش من نجم المنتخب إلى اسم يتجنب ذكره؟ هل هناك من يحاول طمس وجوده إعلاميا؟ الإعلام جزء من اللعبة، واليوم هناك منابر تروج لفكرة خاطئة أن زياش لم يعد صالحا للمنتخب، وهذا بصراحة ظلم في حق لاعب أعطى الكثير ولا يزال قادرا على العطاء. زياش ليس مجرد لاعب، هو نجم وقائد ورمز وصاحب كاريزما تمنح ثقة لكل من حوله، خصوصا اللاعبين الجدد داخل التشكيلة. كل منتخب يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى صوت وازن في لحظات الحسم، وهذا ما يجسده زياش تماما. فالسؤال الحقيقي هو: لماذا يغيب حكيم زياش؟ ولماذا لا نجد أي سبب منطقي واحد لهذا الغياب؟ غياب زياش لا يخدم المنتخب الوطني المغربي، بل يحرمه من عنصر مهم في منظومته، لاعب نعتز به داخل وخارج الملعب، برجولته بشخصيته وبحضوره القوي. أخبروني أنتم، هل تظنون أن زياش لا يستحق التواجد في المنتخب؟ أم أن الوقت حان لنعيد التفكير في الطريقة التي يعامل بها بعض النجوم داخل الكرة المغربية؟ شاركوا آراءكم بالصراحة، لأن الصمت لم يعد مقبولا. وصلنا إلى نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.